أهلا بيكم. معاكم أحمد الحارس، وهنا بنتكلم عن إزاي تحسنوا من العلاقة كل يوم عن اللي قبله. استمتعوا بحلقة النهاردة. البقاء لمين؟ البقاء لمين؟ في العلاقات البقاء للأقوى اللي مسيطر اللي بنخلي الطرف التاني مش قادر يستغنى عنه، أيوه. ولا البقاء للأحن اللي ممكن الحنية دي والطيبة دي بعد أيوه. سنين كتيرة قوي تتفهم إن تبقى حق مكتسب وتتفهم إن هي ضعف في العلاقة، ولا البقاء للأبخل اللي بيبخل مشاعره فبنخليها عزيزة. البقاء لمين في العلاقة الصحية؟ حلو السؤال ده. البقاء للأول، البقاء للي فاهم احنا داخلين العلاقة دي ليه، البقاء للي فاهم قيمة العلاقة دي أساسا إيه، البقاء للي واصل له إن العلاقة دي هي أهم علاقة ربنا لقاها لنا. هو لما اتكلم عنها قال إن هي مثابرة. البقاء لكذا حد، بس أهمهم هو فاهم مقدار العلاقة دي إيه، إن هو إنسان وفي. مش الوفي ده بعد وقت ما بيتشافش، ده ما بيتشافش الوحش. لا، الوفي دائما وفي، الوفي مش هيتغير عليه حاجة. لأ، بيتشاف التطور، لأن الوفي هو لأن هو طول الوقت شايل الجنين، طول الوقت محافظ على العلاقة طول الوقت، فده انت بيخلّي قصدك إن مش في ان طرف بيتشاف وحش، انت قصدك بيتم استغلاله وبيطلع لك في الآخر أنت الغلطان، عشان وبيتقال انت عملت. الجملة ما حدش قال لك اعمل. ماشي، اللي انت بتتكلمي عليه هنا ده مش الوفاء، ده ان انا بعمل حاجات اكسترا، لكن الوفاء معناها ايه؟ ان انا شايل لك كل الجمال اللي انت عملتيه، انا مقدر اللي انت عاملاه، ده اللي اسمه وفاء. لكن اللي انت كنت بتتكلمي عنه ان يرجع بعد كده حد يقول لي انا ما قلتلكش تعمل، ده دي مش أشهر الوفاء. جملة بتتقال. ده مش أنت الوفاء، ده أنت زياده مش عطاء. هتمِن عليَّ، أنتِ مش هتمنّي عليَّ ايوه، إن أنتِ وقفتِ ما هو ده جنبي، زياده ده العطاء. والمفروض فعلا ان احنا ما بنمنش على بعض، ولكن اللي بيستمر في العلاقه الانسان اللي اساسا فاهم قيمتها وعنده وفاء للعلاقه وللشخص. طيب الأبخل اللي هو بيشِح بالحاجة أو بيدّيها بوقتها. تمام. يعني أنا بادّي اللي قدّامي بجرعات أنا شايفها إن هي مناسبة، لإن لو زوّدت هتقولوا أنت بتدّي بزيادة، ومش ماشي. هامنع، بس هابقى أخلّي طول الوقت اللي قدّامي عارف قيمة ده. هل ده صح؟ لا، هو مش، انا وبينفع مش مع بعض بتعامل، الناس؟ انا لسه هقول لك، انا مش بتعامل معاه بالقطاره عشان ما يطمعش او الكلام ده كله. ليه؟ لان المفترض ان انا لما اخترت حد عنده من النضج، ان يبقى كل ده سهل بيني وبينه. ما مش كل الناس ناضجة. حلو، انا على الاساس ده المفروض ان انا اختار. اه فعلا مش كل الناس ناضجه، لكن انا لو حاجه تغير مع كل حد انا بتعامل معاه، او اكتشفت ان اللي انا اخدته، او مش اكتشفت، اخترت غلط حد اساسا مش ناضج، طب انا داخل ليه في الوجع القلب ده؟ ليه انا عامل في نفسي كده من الاساس؟ طب ولو حد أنا بادّي بس مش متشاف ومش متقدّر ومش مسموع لي كلام ومش والطرف اللي قدامي ناضج واقدر ان انا اتكلم معاه. الكلام مش محوّق، فبيبتدي يقول له إيه النصيحة الأشهر: اقفل الحنفية. لا، ما هو اقفل الحنفيه لو انت هتخليك مش مرتاح يبقى انت ما عملتش اي حاجه. إمم. لان في ناس طبيعتها اساسا ان هو بيتصرف بطريقه معينه هي كويسه، مش بسبب ان انت ما لقيتش تقدير منها انت هتقدر ان انت تغيرها عندك. لا، انت هتفضل بتعمل اللي انت عايزه، ولكن انت هتغير من توقعاتك. اللي قدامي مش بالضروره يكون مقدر. وانا هفترض بقى خلاص ان انا اخترت والدنيا تمام وان الوضع دلوقتي ده، لو الطرف اللي قدامي مش مقدر انا هلفت نظره مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه ومليون. لان انا عايزك انت تبقى معايا في العلاقه دي، احنا بنسهل على بعض، احنا بنبسط بعض، احنا بنبذل لبعض. لو ده مش حاصل انا هقعد ان انا انبهك لغايه ما الاقي رد فعل منك. لان في الاول وفي الاخر انا مفترض فيك حسن النيه برضه، انا مفترض فيك ان انت مش فاهم، انا مفترض فيك ان انت مش واخد بالك، انا مفترض فيك ان انت مش شايف ان الحاجه دي ليها قيمه. فانا بحاول اوصل لك ان اللي انا بعمله واحد اتنين تلاته، وبعرفك القيمه بتاعه اللي انا بعمله بالنسبه لي ايه، وعايزك انت تشوفها ازاي. هنفترض بقى اسوأ الحلول، نلاقي الطرف الثاني بدأ ان هو ما يبقاش مقدر الكلام ده كله، مع ان انا بشوفها نسبه صغيره جدا، ولكنه مش مقدر الكلام ده كله، مش شايف ان اللي انا بعمله كويس، شايف ان الحاجه اللي انا بعملها كافيه. اذا كنت بعمل اي حاجه زياده اكسترا مش هعمل الإكسترا. اكسترا. آه. لكن الحاجات الحقوق والواجبات فيهاش اللي هو تنازل، لأ خلاص بقى ما أنا فيهاش تنازل. أنا هاقفل الحنفية ما وخلاص بقى، ينفعش، أنا الاكسترا مش هعمل. أنا هاسيب كل حاجة عشان تعرفوا قيمتي. ان الانسان، لا، ما ينفعش اسيب كل حاجه. الانسان اللي بيكون مش مقدر بيكون منخدع ان الحاجات الاكسترا هي الحاجات الاساسيه، آه. شايف ان ده حق مسلم بيه، كده كده ده حق أنت مكتسب، ما لازم انت تعملي بتعمل. أو أنتم لازم ايوه، تعملوا. لا، اللحظه دي انا ممكن اوقف الحاجات الاكسترا. الحاجات اللي زياده عن الطبيعي اول ما هتبدا تقف هيلفت نظر الطرف الثاني. والمفروض هنا ان انا مش بستخدمها للضغط قد ما انا بستخدمها عشان الفت النظر. يا بنت الحلال او يا ابن الحلال ركزوا، انا كان في حاجه بعملها ما بقتش بعملها بسبب ان مفيش تقدير.
لان احنا زمان كنا اتكلمنا في ايه؟ ان من اكتر الحاجات اللي بتساعد ان العلاقه تستمر ان يبقى في تقدير بين الاثنين. تقدير ولو بكلمه، تقدير ولو بفعل صغير، ولكن ان يكون في تقدير بين الاثنين. اول التقدير ده ما بيتشال بيبقى انا بحس ان انا بحط في بير ما بيتملاش. انا بحفر في حاجه وبعملها وببذل لها ومفيش اي حاجه بتحصل. فانا لازم يبقى في رد فعل ولو بتقدير بكلمه. فاذا فعلا احنا لقينا ان في حد مش فارق معاه الكلام ده كله، انا هوقف اي حاجه بس. يعني وقف الاكسترا لو مش متشاف. هنروح بقى لما هو اسوء. بعد ما وقفت الاكسترا الوضع برضو ما اتحسنش، والطرف الثاني برضو ما خدش باله، مع اني لفت نظره وقلت له صراحه في اللحظه دي كده خلاص، احنا كده ما ينفعش ان احنا نكمل الوضع اللي احنا وصلنا له ده بكل الطرق اللي احنا مشينا فيها دي، وصلنا لنفس النتيجه. خلاص يبقى يا اما الشخص الثاني ده ما فيش منه امل، يا اما احنا ما ننفعش احنا الاثنين لبعض، احنا متطلباتنا من العلاقه مش هتنفع. طيب في كده زي وصفة كده بيقولوا ان انتوا بتحبوا الست البخيلة في مشاعرها، اللي هي تديكوا الحاجة بالقطارة. وانتوا بتجيبوا الوصفات دي منين؟ والله هم بيقولوا لنا كده. مين هم بقى؟ يعني الستات. يعني يقول لنا لا خليكي ايه، عزيزة في حاجتك. يعني الست البخيلة انتوا بتجروا وراها بالمشوار. لا لحظه واحده بقى، ده خلط من الخلطات اللي الستات بتعملها. البخل حاجه، والعزيزه حاجه، واللي بتطلع مشاعرها بالقطاره حاجه، واللي بتختار الوقت اللي تطلع فيه مشاعرها حاجه. استنى بقى بالراحة كده. الست البخيله البخيلة دي انسانه ما حدش يتبقى، لان البخيل في حاجه واحده بخيل في كل شيء، ودي ما حدش يعشرها اصلا. العزيزه معناها ان ليها قيمه في زعلها، ان مش بسهوله ان بعد ما هي تزعل منك ان هي ترجع. دي وانت بتعملوا لها بتكون، حساب. لا مش حكايه بنعمل لها حساب، وانت بتكون اصلا عارف ان هي ما بتزعلش بسهوله. فانت انك توصل واحده عزيزه ان هي تزعل منك، انت عملت حاجه مش صح. يعني عزيزي زعلك، ما تزعليش على الفاضي والمليان علشان الله يبقى ينور، ليه عشان يبقى ليه لازمه. ماشي. فلا دي بالنسبه لنا تمام، دي ما فيش فيها مشكله. اما بقى اللي بتدي بالقطاره، لا احنا مش جايين نلعب. انت المفروض تديني كل حاجه زي ما انا المفروض اديكي كل حاجه. فانت لا هتبخلي عليا بمشاعر ولا بكلام ولا باهتمام بس ولا انا ولا لو ولا. اديت بالقطاره انت طول الوقت تفضل تجري ورايا. اجري المشكله وراكي ان ليه؟ انا النماذج هزهق، انا اللي كراجل. بتعمل لحظه كده بس. انتوا بتجروا لا وراها. يا فندم، الرجاله لا. اللي ممكن تعمل ده بعض الستات اللي عندها مشكله، لكن كطبيعه لا. انا مش انا مش حيوان اليف انت بتلعبيه بحاجه طول ما انت بتلعبيه هو تحت رجليكي. لا، انت هتعملي معايا دي مره هعديها، تعمليها التانيه اكراما ليكي وللي بينا هعديها، في التالته هقول لك خدي الحاجه بتاعتك ومع السلامه. انت لازم تتعاملي معايا زي ما انت منتظره ان انا اتعامل معاكي. انت مش بتعملي لي الحاجه كده بعيده عشان اجي ابقى مبسوط وتمام وتديها لي وتشيليها، تديها لي وتشيليها. لا. فاللي بتدي بالقطاره لا، ما انصحكيش ان انت تعملي كده، لان انت رايحه في اتجاه انت مش مدركه هو مصيبه قد ايه. اخر واحده بقى اللي اساسا شايفه ان المفروض ان مش ده اللي يحصل، او ان انا لازم ابقى اتعامل معاك بالطريقه دي، لان انا لو زودت في العطاء انت هتتعامل بطريقه. وده بنسبه كبيره افراط العطاء مش معناه ان دايما الطرف الثاني هيعمل حاجه. انت عايزه يبقى كل حاجه بمقدار، سواء راجل او ست، ده كلام للكل. انت المفروض ان انت بتتعامل دائما بمقدار. اي حاجه ايا كانت ايه هي لو زادت عن الحد بتتقلب للضد. الاهتمام الزياده يقلب بخنقه، الغيره الزياده بتقلب لشهوه، الخوف الزياده بيقلب برعب. كل ده مش صح. احنا المفروض ان احنا نكون وسطيين، في المشاعر وسطيين، بردود الافعال وسطيين، بتصرفاتنا وسطيين، بطريقه نقاشنا حتى وسطيين. فما ينفعش ان انا ازود قوي ولا اوقف قوي. لا تقفي ما بين، او انت برضه لا تقف ما بين ان انت بخيل في المشاعر ولا ان انت مفرط في المشاعر. لا، خليك في الوسط. افهم انت عايز تعمل ايه وبتوصله ازاي، وعلى هذا الاساس الصح. طيب قلنا ان البقاء مش للاقوى، يا ريت. بس ان يبقى في طرف اقوى في العلاقه، ده بيخلي العلاقه ماشيه صح. ان في حد هو اللي ماسك زمام الموت، حد ايوه، حد ما هو ماسك ده الدنيا. طبيعه. دي طبيعه وربنا مديها للرب. معنى اقوى يعني ايه؟ اقوى مش معناها مستبد، اقوى مش معناها اقوى جسديا، اقوى مش معناها انه يقدر يستغنى بسهوله. مش معنى كده اقوى. لكن اقوى معناها ايه؟ الطرف اللي عنده ثبات نفسي اكتر، ممكن يتحمل يتحكم في انفعالاته اكتر، اللي يقدر يوزن الامور بعيد عن مشاعره اكتر. دي هو مين؟ الراجل. عشان كده ربنا مدي الحته بتاعت ان هو اللي يكون مسيطر على العلاقه دي او القائد بتاعها هو الراجل، لان ربنا مديله الخصائص اللي يعرف عن طريقها يبقى هو اللي قايم بالدور ده. طب لو في العلاقه ان اللي فيه الصفات دي هو الست، يبقى دي علاقه غير سليمه.
لان اولا هي فيها صفات مش بتاعت ستات، ثانيا اللي معاها فيه صفات مش بتاعت رجاله. فدي كده علاقه بالمناسبه ممكن تنجح ظاهريا لينا على الاقل، ممكن تنجح، الاثنين مرتاحين وبيتعاملوا مع بعض تمام ومبسوطين، ممكن. لكن هل ده صح؟ مش معنى نجاح الحاجه ان هي بقت صح. في حاجات كتير غلط لكنها ناجحه لان الاشخاص اللي بينفذوها هم اللي عندهم المشكله، او مش ان ده اللي مش ده الصح. لكن فمش الصح معنى ان هي موجوده ان الراجل هو اللي المفروض يبقى كده. بالظبط، لان ربنا بطبيعه الحال ربنا مديله الصفات اللي يعمل بيها كده، فما ينفعش يبقى هو موجوده فيه وما يستخدمهاش، او ما ينفعش ان يكون في حاجات ما او ينفعش تبقى موجوده فيه وهو يسيبها للست. وممكن تكون الست دي فعلا كده، يعني هي شخصيه هي اقوى، بتعرف تدير اكتر، متحكمه، ماسكه مصيبة. الدنيا اكتر. دي مصيبه. بس انت سايب دورك. ده استثناء مش ايوه كله، بالظبط، انت سايب دورك ومديه للست، ان هي بتعمله احسن منك. يبقى انت عايز تطور في نفسك. يعني ليه اغلب الناس اللي بتكون في الموقف اللي بتقوليه ده ما بيبصش لنفسه يقول طب ما هي دي مشكله، هو انا ليه مش بعمل اللي المفروض ان انا اللي اعمله؟ اقول لك، ما هو الفكره ايه، ان المقياس هنا هم بيقيسوا بالراحه، احنا مبسوطين، الدنيا ماشيه والدنيا تمام والدنيا عمايه. انا معاك، لو ابتدينا بقى نغير، هو يبتدي يقول لا انا عايز ابقى انا راجل. هكمل معاك ان هم مبسوطين، هكمل معاك ان هم مبسوطين حقيقه، مش موهومين ان هم مبسوطين. على المدى الطويل هيحصل تغير جواهم ان لا في حاجه غلط. اصل لو ده الطبيعي كان كل الناس قدرت ان هي تعمل، لكن مجرد ان في اتنين مبسوطين بيه معنى كده ان انتوا عندكم حاجه مش طبيعيه. طالما الحاجه اللي مش طبيعيه دي مستمره لمده طويله هتسبب حاجه مش مفهومه، اللي هو في ايه؟ هو انا ليه مش مرتاح؟ او ليه دلوقتي بقيت مش مرتاح؟ هي نفس الكلام ده، وانا ليه مش مرتاح؟ الكلمه اللي بيقولوها اللي هو ايه، انا بقالي كتير كست، يعني بتقول انا بقالي كتير قوي شايله الحمل، انا تعبت. وهو بيبتدي يتقال لها يومك انت اتغيرتي، هو كان عاجبك في الاول، هي دي بقى انت كنت المشكله، مبسوطه بده. هي دي بقى المشكله، لان اساسا ده مش طبيعي. هي خدت حاجه مش من طبيعتها، تيجي عليها فتره بعد كده تقول لا انت في الحاله الطبيعيه. هل بيجي راجل عليه مهما طال الزمن يقول انا تعبت بقى انا عايز ارتاح؟ لا، لا لان ربنا بالعكس، ده حاططها هو فيه. ممكن يكون بيبقى حاسس ان هو ما بيعملش حاجه، فبيبتدي الله ينور يدور على عليك. دوره، فبيتقال له جمله هي دي، انت كنت ساكت من هي الاول. عشان كده بقى يبقى هي المبدا بتاعها ايه؟ ان انت اخدتي دور مش بتاعك، حطيتي على نفسك حاجات ما ينفعش تتحط عليك. لو حد بيسمعنا عنده المشكله دي، هم بيكتشفوا ان هم كانوا مقتنعين ان العلاقه صحيه، واعيين بس دلوقتي، ابتدى بقوا طرف واعيين. يحس ان في مشكله. هفترض فيهم الاثنين حسن النيه وان هم عاقلين وواعيين، اقعدوا مع بعض ظبطوها من اول وجديد، ايا كان بقالكم لما قد ايه كده في متجوزين. طرف هيبتدي يتهم الطرف التاني لا بالتغيير. لا، ما انا لسه عشان كده انا بقول لك اقعدوا مع بعض شوفوا هتتحكموا فيها ازاي، هتغيروها ازاي. احنا الاثنين جايين بنقول ان الوضع اللي احنا فيه دلوقتي ده مش سليم، حتى لو احنا كنا حاسين ان هو سليم واكتشفنا دلوقتي ان هو فيه مشكله، احنا الاثنين عايزين نغيره. انا لا جاي اقول لك انت غلط ولا هي جايه تقول له انت غلط، احنا جايين نقول ان احنا الاثنين في وضع مش صح، تعالى ان احنا نصلح. التواصل والله العظيم، والله العظيم كم مره، التواصل هو اهم شيء في اي علاقه. لو ما بت... لو ما بتقدروش ان انتوا تقعدوا مع بعض تتكلموا في كل حاجه تخصكم انتوا الاثنين، يبقى العلاقه دي فيها مشكله. انتوا لازم تتكلموا. طب لو الطرف بقى رفض، اللي هو ما هو الطرف غالبا اللي المستفيد من هيرفض، كنت الوضع لسه ده، هقول غالبا سواء اللي راجل او هيرفض. ست، المستفيد هو اللي هيرفض. بالظبط، المفروض ان الطرف الثاني بقى اللي مش مستفيد واخد دور مش دوره يبدا يتراجع عن دوره، سواء بقى راجل او ست. سواء راجل او ست، يبدا يتراجع حبه حبه. هو يعني في حاجات يعني المفروض انت نبتدي. بقيتي بتعمليها والمفروض ان مش انت اللي تعمليها، تبداي ارجعي فيها حبه حبه. ده انت اللي المفروض تعمل ده، انا مش. وان ده مش صح على المدى البعيد، حتى لو مريح لطرف. طبعا طبعا طبعا. في جزء منه برضو احنا بالنسبه لنا كستات الوضع ده بيريحنا، اللي هو فكره ايه، انا المتحكمه في كل حاجه وانا ماشيه في بالعكس. كل حاجه. ده في الاول. ايوه بالعكس. في الاول الموضوع بيبقى كويس، ليه انا بقى شايله من عند دماغي، رحتي جيتي عملتي. لكن انا بعد وقت، انا بتكلم هنا كست، انا بعد وقت بحس ان هو ايه ده، لا انا عايزه حد يشيل معايا. مش جايبه انت بتقولي كده بعد ممكن مثلا ايه، بعد 10 5 سنين، بعد 10 مش هنروح سنين، ل10 5 سنين خلاص انت عودتي، فانت من سيبك دلوقتي. من عودت، انا بتكلم عنك، مش احنا بنتكلم انت كست. لو انت في الوضع، انا بتكلم كست، ان انت لو في الوضع اللي ده انت تشيليه من البدايه، شايلين، من البدايه، لان هتتعبي بعد كده. وهو طبيعته وانا خلقه بيشيل. فانت من البدايه قولي له لا يا باشا امسك، انت اللي واحده واحده. بتتحرك، انت اتفضل يا باشا، هي دي بتاعتك وانت مجهز ليها وعيش انت فيها. لكن لما انت تاخدي دور من دورك وبعد كده تيجي حتى لو كان مريح في الاول، هو وهم الراحه، اه هو مش مريح.
لان انت بتعملي حاجه مش المفروض ان انت تعمليها. مفيش اي حد بيعمل حاجه مش المفروض انه يعملها وبيكون مرتاح، حتى ولو في اول فتره ابتدى يحس بالانجاز، ان انا اللي بعمل، انا اللي بخلي، انا اللي بسوي، فانا هو في نفس مبسوط. الوقت بيبقى مريح دماغه ليه؟ مفيش مشاكل، هو زي المشاكل بالنسبه له، الصدمات اللي بنخش بتاع عارفه، هو البسي ما بالنسبه تلبسيش للراجل، روحي ما تجيش، لا احنا مريحين دماغنا من ده كله. الراجل اللي احنا بيبقى متراجع عن دوره في الحته دي، هو مش بيكون مرتاح جواه، هو بيكون فعلا عنده راحه مزيفه. هو انا مش شايل هم حاجه، بالظبط. اصل فلانه دي انا ارميها في اي مكان تعرف تتعامل. انت عندك احساس زائف بان انت مرتاح، لكن انت كطبيعه اول ما بتعرف ان هي فيها مشكله انت ما بتبقاش ما بتبقاش على بعض. بنسبة كبيرة العلاقات اللي بتبقى كده مع الوقت الطرف بيدور على حد تاني هي دي بقى يحس معاه المشكله، بقى المشاعر الطبيعية، هي دي سواء بقى كست المشكله. ان هي الله تشيل حد ينور يشيل عليك، مسؤوليتها، الله والراجل ينور ان هو عليك. يحس ان هو راجل. يبقى احنا ليه عملنا كده؟ ما احنا اساسا موجودين، احنا الاثنين لقينا بعض واحنا الاثنين في العلاقه نفسها. ليه بقى نستنى لغايه ما ده يحصل بعد كده نيجي نقول هو ليه حالات الخيانه بقت زياده؟ سبب من الاسباب، مش اخدين الدور الطبيعي في الحياه بتاعتنا. حتى ولو انا كست كانت حاسه ان هي، اه لا ده انا كده جامده جدا، بس انت فيكي حته مش سليمه، فيكي حته مش مرتاحه، فيكي حته عارفه ان الوضع ده مش تمام، فبتدوري عليه في حته تانيه. والراجل على الجانب الاخر نفس الكلام، هو اللي معاه مش هو اللي بيتعامل، مش هو اللي بيقود، مش هو فبيدور على كذا. يعني الاقوى، لو انت الاقوى في العلاقة مش الراجل، يبقى العلاقة دي كده اقوى تبوظ. معناها ايه؟ يعني هو المتحكم، هو المسيطر، هو اللي بيقود. مش اقوى معناها ان هو مستبد او متفرد او طب بيتصرف باختصار غلط. كده، هو مين الرجل القوي؟ احنا الراجل كل مرة القوي، بنتكلم، انا عايز اعرف بقى الرجل القوي. الرجل القوي هو الراجل اللي بيقدر ان هو ياخد قرار بسرعه وحزم ويتحمل نتيجته. حتى لو غلط، وكل طالما القرارات اللي غلط، انتوا بتاخدوها بتبقوا مقتنعين ان هي صح. وطالما غلط ده اللي هيبين قوته لما يتحمل نتيجته يعني القوي مش القوي ماديا ولا خالص. القوي شخصية ولا اللي بيتسمع كلمته. والنبي عليه الصلاه والسلام كمان قال لنا ان في حاجه من صفات القوه اللي اغلب الناس مش عارفاها، ان انت تقدر تملك نفسك وانت غضبان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس القوي بالسرعه ولكن القوي من يملك نفسه عند الغضب. انت ليس اللي الشديد، انا عطلتيني. اسف، ليس الشديد بالسرعه ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. كلمه انت اللي عصبتيني دي، لا انت بتشتغل نفسك، انت كده فعلا مش قوي. قوي هو اللي يقدر وهو في عز غضبه يسيطر على نفسه، هو بيقدر ان هو ياخد قرار بسرعه بحزم، بيتحمل نتيجه القرار ده، بيقدر يملك نفسه لو غلطان. ده اللي اسمه قوي، ده اللي راجل بجد قوي. لكن بقى لو هتعتقد ان انت قوتك انك معاك مال، ممكن بكره ما يبقاش معاك. قوتك ان انت في ايدك سلطه، ممكن بكره ما يبقاش معاك. لكن الحاجه مش هتتغير، هو انت كبني ادم. انت لما تيجي تكلمني كرجل قوي كلمني عن صفاتك، ما تكلمنيش ايه اللي معاك. كمل الحلقات انت. باذن الله. تنسوش برضه تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، ونفسي اشوف الكومنتات بتاعتكم تكون اكتر، لان احنا كل اللايكات والكومنتات ما تبقى اعلى كل ما هننتشر اكتر باذن الله. بإذن الله.